وعرفت التفاصيل وقلت اشرف بن شرقي لن يلعب في الاهلي. ده اللي قلته، والبعض اعتبر ان ده نوع، ده ضرب من الجنون وده تهور. للقاهرة لون واحد، لإفريقيا بطل واحد، أشرف بن شرقي في نادي القرن. سكوت سكوت، كل واحد مننا يضرب التاني ألم. ليه يا اسطى؟ لأننا ما كناش بنفكر إلا في نفسنا. فرقة بائسة، استعدوا. واحد. بين قلبي انت يا ابني بتعمل فينا كده ليه؟ يا ابني راجع نفسك تاني، يا ابني راجع نفسك، كمل الدوري العام. ايوه دلوقتي عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرنبرم فلا خير فيك والزمان ترللي. بياخد 1,300,000 دولار، والزمالك طبعا ما ياخد 1,300,000 دولار، يعني معناها كده ان هو هياخد من الزمالك ما يوازي مثلا 650,000 دولار. استوب، محدش يزود الا انا، عليا ب100 باكو. معلش يا كابتن، معلش معلش يا كابتن. وقعدت تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي، ده ديكور احنا اللي عاملينه. فكان شيء طبيعي ان اداره الاهلي تبحث عن صفقه جماهيريه عشان تسكت الجمهور. ليه بقى؟ ده معروف في علم الميديا. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم، يا ترعة المفهومية، يا فيلسوف الحمير. ده انا فيلسوفك يا عمدي. حر النادي الاهلي يتفاوض كما يشاء، لكن انا بقول المعلومه الحقيقه. هل تعلموا ان حضراتكم ان بن شرقي لن يلعب في النادي الاهلي؟ بتحط نفسك في مواقف بايخه. نادي الزمالك بيسابق الزمن، فاضل تقريبا 4 وخميس وجمعه وسبت. السبت الساعه 12 بالليل هيتقفل باب القيد. اماني بكره الساعه 2 في الانقاش، ولو ما جتش الساعه 2 و5 انا همسح الاعلان من على الموبايل.